بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من المشاكل اللي بتصيب العين أو بعض الأمراض هي الحول. الحول بيصيب حوالي 4% من الناس البالغين. ممكن الحول ده بيظهر طول الوقت وممكن يظهر بعض الوقت، والحقيقة هو بيسبب بعض المشاكل، سواء كان في النظر أو بعض المشاكل الأخرى المرتبطة بالشكل العام اللي بتضع المريض في حرج شوية، لأن شكل العين بيكون مختلف. طيب يا ترى إيه هي أسباب الحول؟ إيه أنواعه؟ إيه طرق علاجه؟ هل له علاقة أصلا بالوراثة ولا لأ؟ كل التفاصيل دي إن شاء الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا المشرفانا الدكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصريات. سلام عليكم يا دكتورة، أهلا ومرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية يا دكتورة، خلينا نعرف الحول لكل المشاهدين، ما هو وما شكله؟ طيب، الحول لما العينين بتنظر لاتجاهين مختلفين. امم أحيانا يكون عين طالعة لبرا قاعدة تشوف برا والعين الثانية بشكل مستقيم، والعكس آه داخلة لجوا والعين الثانية مستقيم. في امم كمان نوع اللي هو عين تطالع فوق والثانية مستقيم، أو تحت امم والثانية مستقيم. فلما العينين تطالع في اتجاهين مختلفين هذا يسمى حول. امم طيب احنا معانا صور هنعرضها الآن مع حضرتك علشان نشرح عليها بشكل تفصيلي شكل العين بيبقى عامل ازاي. زي ما حضرتك شايفة معانا على الشاشة، فعلا في الصورة الأولى لو تشرحي لنا عليها. الاتنين هنا آه في مكان واحد. لا، هذا دكتورة أسماء سمعاني؟ أيوة أيوة معك. هذا اتفضلي. بيوريك الفرق بين الحول الكاذب والحول الحقيقي أو الموجود. طيب، اه. بسبب إنه أيوة، بسبب إنه منطقة الأنف طيب واسعة، وفي زي جلدة كده مغطية ال- الزاوية حق العين. طيب، امم فيخلي كأنك أنت شايفته في حول أو في مشكلة. لا، بس لما امم أنت بتسحبي المنطقة دي العين بتكون سليمة وبتكون في أماكنها. هذا امم نوع من أنواع يسمى الحول الكاذب. فأحيانا في أهالي بيشوفوا ده في أطفالهم، خصوصا اللي تيجي امم عيونهم مبطنة أو العيون الصينية، ويروحوا الفحص عشان يشوفوا هل في مشكلة فعلا أو لا، ويطلع اه. الولد سليم وما فيه أي حاجة. طيب يعني الصورة اللي معانا دي بتوضح أنواع الحول، الحول الكاذب والحول الحقيقي. الحول الحقيقي أيوة طبعا. مم. طيب هل منتشر أصلا موضوع إن الناس تشك في أولادها إن عندهم حول؟ ده الموضوع ده منتشر أوي يا دكتورة؟ منتشر جدا، نسبة أطفال كبيرة جدا عندهم حول. طيب، حتى لو ما شك أحيانا بيكون ظاهر إنه عنده حول. طيب، لأنهم أطفال بيكون في طول نظر شديد. طول النظر الشديد إذا لم يصحح حيسبب حول أو نوع من مم. أنواع الحول. مم. فعشان كده في الأطفال أكثر شيء الحول. الكبار لا، بيكون مشاكل تانية. في حول ممكن بس مرتبط بمشاكل أخرى. مم. طيب ما هي الأسباب اللي بتؤدي لوجود الحول بالشكل ده؟ آه غالبا مرتبطة بالطفولة. طيب، مثلا يكون في مشاكل أثناء الولادة إذا الطفل خديج. آه آه أحيانا إذا ادوله مثلا أدوية أو أعطوه أكسجين وهو تو مولود بيسبب مشاكل، ومن مم. ضمنها بيكون حول. طيب، أحيانا بيكون مولود بموية بيضة في العين. طيب، موية بيضة مع الولادة، وهذا مم. برضو بيسبب حول إذا لم تتم إزالتها ومعالجتها، لأنه الحول والموية البيضاء بتعيق نمو العين، وبالتالي وصول الضوء إلى الشبكية، وبالتالي ترجمة المخ والأعصاب لها. فهذا كله بيسبب حول. مم. عندك بعض الأمراض الجينية والمتلازمات بتسبب حول. مم. أحيانا بيكون وراثة، العائلة كلها عندها طول نظر، طول نظر طول آه. نظر إلى آه. يكون في حول. مم. آه، الحول، في حول بيحصل
طوالي أول 6 شهور، هذا يسمى حول منذ الولادة أو congenital إحنا نسميه، إنه مولود هو بحول أو في مشكلة أصلا خلته بحول أول 6 شهور من عمر الطفل. وفي اللي يجي بعد 6 شهور هذا شيء ثاني. تمام. طيب صورة هنعرضها مع حضرتك أحيانا الآن. اتفضلي اتفضلي. لا، أحيانا يكون سبب حول خصوصا في الكبار أو البالغين اللي هو ضربة على الرأس. طيب. آه بعض يعني الجلطات. بيكون في أسباب خارجية يا دكتورة، مش كلها أسباب عضوية أو لها علاقة بالوراثة أو بالميلاد؟ لا، أحيانا بيكون في أسباب خارجية، الطفل اتخبط أو حتى رجال كبير عادي هو بيشتغل انضرب، هذا كله بيسبب برضو حول. أحيانا بيكون في ناس بيجيهم جلطة وبيناموا في المستشفى شهور وكده وبيصحوا برضو بيكون في حول في العين. نسأل الله العفو والعافية يا رب. طيب نعرض الصورة آمين مع آمين. حضرتك ونشوف الاختلافات أو الأنواع وحضرتك تشرحيها لنا. طيب هذه أنواع الحول على حسب اتجاه العين. طيب، دي الصورة اللي على اليمين اللي هي مكتوب عليها إكزوتروبيا، العين خارجة برا أو قاعدة تشوف شيء برا. اه الثانية اللي جنبها العين داخل جوا. طيب، واللي تحت على طول في الهايبر، العين بترفع لفوق لوحدها. امم والثانية عكس، العين بتكون نازلة تحت لوحدها. نازلة لتحت. دي مم. دي أنواعه وأشكاله دي يعني. أنواع امم أيوة، أشكال الحول. كل شكل يا دكتورة بيبقى له سبب في الإصابة بيه، ولا كل الأشكال والأنواع دي سببها واحد؟ لا، هو غالبا الغالب حيكون أول نوعين اللي هو فوق، اللي هو العين خارج لبرا والعين داخل لبرا أو داخل امم لجوا. امم بالنسبة للعين داخل الجو هذه الأكثر انتشارا، وهذه أكثر انتشارا للأطفال، لأنه زي ما قلت لك عندهم بيكون طول نظر. طيب، الطفل له قابلية أو الشيء الطبيعي إنه يكون عنده طول نظر في عمره الصغير، بعدين بيبدأ يكبر وطول النظر مفروض إنه يقل وبعد كده يثبت النظر. لكن هنا بيحصل لا، إنه هو عنده طول نظر شديد، فبالتالي بيكون العين في عين دائما بتكون ضعيفة وعين ثانية قوية، زي يدك اليمين ويدك اليسار. فالعين الضعيفة هذه أو درجتها عالية لو ما تصححت بتدخل لجوا. طيب، اه عشان في ميكانيزم خاصة جوا في العين، فبالتالي بتخليها تخش لجوا، فأنت مفروض تصححي ضعف النظر هذا عشان العين بيتصلح. في نوع من أنواع الحول فعليا هو بيتصلح بس إنك تلبسي الولد الصغير النظارة. امم طيب. بس بالنسبة للعين اللي هو خارج البرة غالبا تكون مرتبطة بقصر النظر الشديد. امم تمام. فهمت يعني، هذا هو اه بس الفرق. تمام وباقي جدا. الأشياء بتكون مشاكل في العضلات أو امم كده يعني. أسباب أخرى. طيب بالنسبة مم. للأطفال، هل مثلا وهو قاعد في الفصل الدراسي ده ممكن يخليه مش شايف من على السبورة كويس، المفروض إن هو يقعد قدام، ولا ملهاش علاقة بالرؤية؟ قصدك الحول له علاقة بالرؤية أو لا؟ بالظبط أقصد كده. هل الحول له علاقة بالرؤية، بيشوف كويس ولا لأ، يشوف من بعيد من قريب، بالذات الأطفال وفي الدراسة والكتابة؟ أيوة أيوة، في الحول له علاقة بالرؤية. أحيانا كثيرة الحول بيكون مشكلة بسبب وجود طول نظر أو قصر نظر، امم فأنت لازم تعالجي هذا عشان تكوني عالجتي الحول، أو حتى مشيتي أول خطوة في علاج الحول، إني أنا أخلي الطفل يشوف كويس يشوف مظبوط. إذا في مشكلة أو مثلا يكون في كسل ما يقدر يشوف من وراء، ممكن تاخد الأم تقرير أو كده ويتكلم إدارة المدرسة يجيبوه قدام عشان يشوف كويس. امم بس تمام. غالبا هم مرتبطين ببعض، امم الحول وضعف النظر. طيب حضرتك عارفة يا دكتورة إن الشكل العام للحول يعني بيبقى يعني محرج شوية أو بيضايق شوية، سواء كان راجل أو ست، سواء طفل أو طفلة، فالأمر ده بيضايق. فكتير من الأمهات مم. بتبقى زعلانة الحقيقة على الموضوع ده وعايزة له علاج، وبيبقوا مستعجلين حبايبي في العلاج كمان. هنتكلم عن علاج الحول عند الأطفال الأول، وبعدين نتكلم عن العلاج عند الكبار. طيب، قبل ما نبدأ في العلاج، في حاجة اسمها كسل نظر أو كسل النظر، صح؟ اه كسل النظر هذا بيبدأ من الطفولة، وعلاجه في الطفولة، بعد فترة الطفولة صعب إنه يتعالج. امم طيب، امم الكسل هذا سببه إنه الطفل أو الشخص آه
ما كان يشوف كويس، كان عنده ضعف نظر، وما أحد عالجه وما أحد اهتم فيه، وما أحد حتى قال له البس نظارة أو اه. صلح المشكلة اللي عنده. ايوه. فبالتالي بينمو والمخ ما هو قادر يركب الصورة من العين هذه، أو ما هو قادر يستقبل صورة امم. مناسبة من امم. العين هذه، فيتجاهل العين ويعتمد على العين الأخرى، اه. فتصبح العين الثانية كسلانة لأنه المخ راكنها أو حاططها على جنب. بالظبط. عشان كده إحنا بننصح إنه الطفل يتم فحصه أول ما يتولد، بعد سنة، 3 سنين، عمر المدرسة، وهكذا. امم. ممتاز. وخصوصا إذا في أمراض وراثية في العائلة، أو لاحظتوا عليه بعض الأعراض، إنه مثلا يميل راسه عشان يشوف كويس، امم. بيغمض عينه عشان يشوف كويس، بالظبط. بيقولك أنا بالظبط. شايف 2، اللي عندهم حول بيشوفوا 2، في صداع، في إجهاد، ما بيشوف الأشياء القريبة، تلاقي الحروف متلخبطة، مش ما هو قادر يكتب على السطر. هذا كله بيخلي الأهل مفروض إنه طوالي إيش يفحصوا. امم. بالنسبة لكسر العين، يتم علاجه إلى 8 سنين فقط. في دراسات قالت إنه ممكن يتعالج ل 12 سنة، بس صعب جدا، لازم من امم. البداية، لأنه علاج الكسر العين بتدريجي، وفي شيء اسمه تغطية، ما تغطية، بنغطي العين السليمة وبنخليه ايوه. يكتب بالعين اللي مش كويس عشان يمرن نفسه. هذه كلها يحفزوها. امم. يحفزوها. فالأهل المفروض يكونوا منتبهين من البداية، ويكون عندهم فحص دوري للطفل عشان ما تحصل مشاكل، وإن حصلت مشاكل يتم تداركها. بالظبط. طيب ده طيب. بالنسبة للكسل، آه. العلاج بقى آه. للحول عند الأطفال. العلاج للحول حيبدأوا أول شيء على حسب نوع الحول. في حول أنا أعالج بنظارة، بلبسه نظارة بيشوف تمام وخلاص، إحنا امم. هنا كده كويسين. لا، في حول حيحتاج تدخل جراحي، امم. هيلبسه نظارة وهيعمل له تدخل جراحي، وهنبدأ نتابع ونراقب كده. في اللي هو حقن البوتوكس أحيانا في عضلات العين عشان يصحح مسار العين، برضو هذا نوع من أنواع العلاج. امم. فهذه هي طرق العلاج بشكل عام. طب بالنسبة الجراحة يا للأشخاص دكتورة، الكبار. الجراحة مم. يعني بتكون مفعولها يعني يعني تمام وبتجيب النتيجة المرجوة، ولا لا قدر الله ممكن تعاد مرة أخرى، أو نلاقي إن العين ما تعالجتش من الحول كويس، لسه في نسبة؟ هو بشكل عام لا، بتجيب النتيجة المرجوة والأهل بيكونوا راضين. بس أكيد في حاجات زي كده، في حاجات إنه المريض يرجع مرة ثانية يكون عنده حول ويضطر يعمل عملية تانية، أو مثلا يلبس نظارة، وهكذا. فيختلف من شخص لآخر، بس بشكل عام عمليات الحول أوكي بتجيب النتيجة المرجوة منها. ولكن لازم نحط في بالنا إنه مو كل شيء يعني يكون كامل، والدكتور مم. حيجتهد وهياخد القياسات صح، بس في حاجات كثيرة في جسم الإنسان ممكن تتغير، فبالتالي ممكن بعد كم سنة أو شهر بيرجع الحول مرة ثانية، ويرجع مم. يراجع لنفس الطبيب ويشوف إيش يقدر يحل. طيب نشوف علاج الحول بالنسبة للكبار وللبالغين، هل نفس طرق علاج الأطفال ولا في اختلاف؟ هي نفس طرق علاج الأطفال، ولكن أحيانا الكبار بيكون عندهم زي ما قلت لك جلطة مثلا، مشاكل في العصب أو عصب الوجه أو كده، فهذول بيكون عندهم علاج بالمناشير، اللي هو بنركب منشور في النظارة. بيقعد عليها 6 شهور وبيراجع وبيشوف، أحيانا بيختفي يعني ايه بتختفي المقصود المشكلة. بنركب منشور في النضارة؟ واحنا هنعرض صورة معانا دلوقتي، هل هي دي المقصودة ولا لا؟ مم. أيوة، خليني أشوف. هذا هو ممكن يفرق حتى مع الأطفال أحيانا، بس غالبا يستخدم للكبار. بيكون في منشور، مجموعة مناشير هل هي بتغير اتجاه هي الضوء. الصورة اللي معروضة معانا دي يا دكتورة؟ أيوة، هي دي اللي بتتركب في النظارة. امم. لأنه الكبار بيكون عندهم مشكلة اللي هي الرؤية المزدوجة. الطفل وهو صغير لو حصل له حول ممكن ما ينتبه، وممكن بس الدماغ بيعمل تجاهل للعين ويمشي، لكن هذا شخص كبير يعني امم. كان شايف، كان كويس، امم. حصلت له مشكلة، ضربة، جلطة، وخلته يكون في حول. امم. فكده المخ بيلتقط صورة من عينين ينظران في اتجاهات مختلفان. امم. فهمتيني؟ فأنت بالمنشور هذا بتصلحي اتجاه الضوء الداخل للعين، وتخليه يحاول يشوف واحد أو شيء واحد، ما يشوف 2. فأنت طيب يا بتركبي له دكتورة، هو المنشور عشان تخليه المنشور ده يشوف. عبارة عن عدسة احنا بنركبها فوق النضارة، فوق عدسة النضارة أيوة. الأساسية؟ أيوة. طبعا هي امم. مصانع وطرق مختلفة، ولكن بتركبيها فوق
النظارة اللي هو لابسها. أيوه، هي أيوه، بتتشال تمام، وتتحط، يعني أيوه، زي الستيكر، بتتشال وتتحط. إمم. فيتم فحصه عبر أخصائي الحول، وبيحددوا المقياس المناسب اللي يلبسه يلبسها، وأموره تكون كويسة. طيب بيقعد قد إيه لابس النضارة بالشكل ده؟ والله على حسب الحالة. في ناس 6 شهور ويكونوا كويسين بيشيلوها ويقولوا خلاص الازدواجية راحت، وفي ناس لا، وفي ناس حيخشوا عملية حول لو في مشكلة يعني. إمم، إمم. طب مم. دكتورة أسماء، هل لا قدر الله في بعض الحالات بتكون شديدة أوي وحضرتك كطبيبة بتقولي للأسف الحالة دي ما لهاش علاج أو حالتها صعبة، وحتى لو دخلت جراحة هتكون النتيجة على الأقل 50%؟ صراحة الحول يعني بالنسبة للناس الكبار أو حتى للناس الصغار، إذا ما كنت حتحسن النظر، طيب، أو ما كنت بتساعد المخ بيلقط الصورة من مكان واحد مو اثنين، طيب، هي كمان عملية تجميلية. فحيشدوا العضلات، طيب، وحيحاولوا يخلوا العين مستقيمة. فبشكل عام عمليات الحول له علاقة بعضلات العين. إمم، فهمتيني؟ إمم. حتى لو ما حيشوف بالعين هذه، بس انت تقدر ايش، تعمل عملية وتخلي العين مستقيمة وتخليه يظهر بشكل مناسب. طيب دكتورة، هل صحيح يعني في بعض الناس بتتكلم عن إن مساحة العين، يعني ناس يعني بتبقى عينها واسعة وكبيرة وناس بتبقى عينها ضيقة، زي مثلا حضرتك قلتي الشكل الصيني المعروف إن هي العين بتكون ضيقة شوية. هل اتساع وضيق العين له علاقة بموضوع الحول ولا لأ خالص ملوش علاقة؟ لا، ما له علاقة. بس زي ما قلت لك، زي العيون الصينية هذه، بس عشان زاوية العين المغطاة، فهذه بتدي كده علامة من بعيد إنه كأنه العين داخلة جوا، في حين إنه لما يمشي حيفحص حيقولوا له لا، ما فيه حاجة. إمم، باتساع باتساع جسر الأنف إمم، ده. آه، فلما أيوة، زي شوفة عينك لما مسكوا كده، لا، إمم، العين مستقيمة والوضع سليم، ما مشكلة. إمم، وهذه الحالة لو اتلقت في أطفال، يعني خصوصا هنا في الشرق الأوسط، لما يكبر حتختفي أو حتمشي، لأنه إمم، حيكبر والنمو حيكتمل، فهذه الأشياء بتمشي، إمم. بتروح يعني. طيب أخيرا يا دكتورة، أبرز النصايح بعد عمليات الحول ما هي؟ ما في نصائح معينة. حيكون في قطرات يتم الالتزام بها. ممكن الدكتور حيقول له وقف النظارة، بعد شهر نعمل له فحص جديد ونلبسه نظارة جديدة. طبعا أنا ممنوع فرك العين، دائما ممنوع فرك العين. بس ما في شيء معين، لأنه العملية لا تتم في القرنية أو في الجزء الأمامي، تتم في عضلات العين. إمم، تمام فعشان جدًا. كده إمم، تمام. باشكر حضرتك ما جدًا فيش في نصائح النهاية. معينة. أشكرِك جدًا تسلمي. دكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصريات، على وجود حضرتك معانا وعلى هذا الطرح المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لكل المشاهدين والمتابعين، ويكون أصحاب بصر وبصيرة الاتنين يكونوا أقوياء. آمين. انتهت حلقة آمين. قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.